والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أمتنا الإسلامية اليوم كانت ولا تزال تعتز بالإسلام عبودية لله، التزاما بأوامر الله، دفاعا عن الحق الذي أقامنا الله عز وجل حراسا عليه، إذن لوجدت مستوى المسلمين اليوم في العلم أعلى شأوا من مستوى الأجيال التي تتحدث عنها. لكن يا أخي تعال ارجع إلى مواقف مثلا قادة المسلمين، خلفاء المسلمين في عصر بن العباس، كم كانوا يخلصون للعلم، وكم كانوا يبذلون المال في سبيل ومارسوها أنفسهم، وكم كانوا يجلسون مجالس الحوار والبحث في العلم. لكن كانوا مقودين إلى ذلك كما تعلم